الدرس بتاعنا 185 بنتكلم فيه عن الهايبر لينكس برضك ضمن الفانكشنز. هايبر لينكس يعني لينكات او روابط تشعبية، زي اللينكات بتاعة الفيسبوك. ادوس على لينك ينقلني، او بتاعة الويب عموما ادوس على لينك يوديني حتة، بس الكلام ده جوه الاكسل يعني. ففي كذا نوع، في existing فايل يعني نفس الفايل، في فايل في نفس الفايل ده، ان انا في ملف بره عندي مجموعة ملفات، فانا بعمل هايبر لينك اربط الملفات دي مع بعض، بدل ما انا كل حبة انزل اعمل اوبن للفايل، لا انا بربطهم مع بعض عن طريق ان انا عندي 5 أو 6 أو 7 أو 10 ايا كان، وبعمل لكل واحد هايبر لينك. يعني بعمل ملف رئيسي اللي هو الرئيسي، وممكن تكون هايبر لينك على صورة او على تكست. احنا في الملف ده هناخد على تكست، ونفسه هو نفسه على صورة بيتعمل يعني. نقدر نجيب صورة ونعمل عليها هايبر، او بعمل هايبر لينك على ويب بيج. يعني ايه؟ يعني انا كليك على اللينك اللي هي التكست او الصورة، زي ما بتشوف كده في بعض الملفات، فيه عامل لك بوتونز، جايب صور بوتونز وبيقول ايه تكليك عليها، لا اما ينقلني الملف يفتح لي ملف تاني خالص، والملف ده فيه بوتون تاني ادوس عليه يرجعني الملف الاصلي، لا اما يروح لي الويب، ويب بيج، صفحة على الانترنت، يروح للفيسبوك، يروح لموقع معين، يروح لليوتيوب، زي ما انا عايز. يبقى اللينك دي لا اما على فايل موجود على الجهاز، لا اما تكون على بيج موجود على الانترنت، ويب بيج. في بقى الحاجة التانية ان هو يكون place in this، يعني place in this document، يعني ان الملف نفسه فيه كذا شيتس، 10 شيتات، وانا برضك عامل في شيت رئيسي مسميه الشيت الرئيسي، وكل ما كليك يروح للشيت اللي انا عايزه. يعني بدل ما هما ملفات، لا هو شيتات جوه الهايبر لينك. فيه هايبر لينك فانكشن ان انا بحط لها اللينك نفسها والاسم اللي لما هدوس عليه، يعني هعمل حاجتين، احط الاسم اللي انا لما ادوس عليه يروح للهايبر لللينك، يروح للمكان ايا كان بقى، ويب سايت او صفحة. ما احنا اتفقنا انه ممكن يكون فايل، ممكن يكون ويب بيج، ممكن يكون شيت. 3 حاجات اهم، 3 اشكال من الهايبر لينك. طب ممكن اعمل اديت للهايبر لينك ستايل، شكله اغير فيه، اديت للهايبر لينك ستايل، وده اللي احنا نعرفه. تعالى مع بعض نروح للملف اللي احنا مجهزينه اللي فيه داتا، وازاي بنعمل الكلام ده. ده الملف اللي انا مجهزه اللي هشرح فيه الهايبر لينكس المختلفة. اول حاجة الهايبر لينكس دي، ادي دي هايبر، انا كاتب كلمة هايبر لينكس، فبقول existing file or web page. يعني ايه؟ يعني انا مجرد نقف كده، وبعدين ممكن اقوله insert تظهر الهايبر لينك دي، او رايت كليك عليه نفسه فتظهر تحت كده في الاخر هايبر لينك. فالاتنين هيطلعوا لي الديالوج بوكس ده، سواء كانت الهايبر لينك دي او سواء كان رايت كليك وادوس هايبر لينك. فانا عندي اول حاجه existing file or web page اللي انا كنت بتكلم عليها. يعني انا ممكن اعمل هايبر لينك على PSD الفولدر ده، واقول اوكي، هيتحول للشكل ده. فمجرد ما اقف عليه بالماوس، مؤشر الماوس كده، فبيكتب لي المكان. كان عملت كليك عليه فتح لي المجلد اللي فيه الصور اللي هي PSD، الملفات الفوتوشوب اللي انا بجهزها للكورس. طب انا عايز اعمل ريموف للفوتوشوب، اعمل رايت كليك هتظهر ريموف في الاخر، اقول له ريموف، خلاص كده ما بقاش فيه ريموف. فيبقى انا عملت كده، حطيت هايبر لينك على فولدر. طب رايت كليك تاني واخترت، او بردك من فوق عشان باينه، وطلع لي الدايلوج بوكس ده، يبقى current فولدر. لا انا عايز اقول له اخش جوه فولدر من الفولدرز دي، اخد فايل، يعني اكس لوك اب مثلا، في ملفات، ممكن تكون ملفات فيديو، ممكن ملفات اي ملفات. فانا اختار ملف ده اكس لوك اب ده، خلاص. يبقى انا كده ما هدوس عليه يفتح لي الملف ده اللي هو الاكس لوك اب، شرح الملف ده. خلاص يبقى انا كده عملت على ملف. اقدر برضك اشيل الهايبر لينك، لان ادوس هنا كمان واقول له ريموف الهايبر لينك، اشيل الادرس ده، اقول له ريموف لينك، دي طريقة تانية فما بقاش فيه لينك. ممكن اعمل على موقع على الانترنت اللي هي الويب بيج، يبقى انا عملت على ملف وعملت على مجلد
فتح لي المجلد ده. فرضنا ان الملف ده انا بعمل له ديزاين، انا بعمل بيه كنترول او تحكم برؤية كل المحتويات الموجودة على الهارد من ملفات وغيره. طب انا عايز اعمل له بردك هايبر لينك على موقع على الانترنت، رايت كليك بردك او ادوس على دي عشان باينة، واختار اكتب هنا الادرس بتاع الانترنت، اكتب هنا الادرس بايديا بقى، ما اختارش من هنا خالص، اكتب هنا اسم الموقع. ففرضنا الموقع انا مجهز مثلا الموقع بتاعي اللي هو course7.blogspot.com، فاقول اوكي. مجرد ما انا ادوس كده اوقف، طبعا هيفتح لي الكورس 7 بلوج سبوت على طول. بردك هعمل ريموف للهايبر لينك، شلت الهايبر لينك، يبقى انا كده عملت على ملف وعلى مجلد وعلى ويب بيج. طب في نفس الدوكيمنت بقى، بليس ان دوكيمنت دي هعملها ازاي؟ ادي رايت كليك اهو، او ادوس بردك على دي واقول له place in this document، فهيجيب لي الشيتات اللي موجودة في الدوكيمنت. انا عندي في هنا شيت 1 وفي يوتيوب وفي شيت 2، فانا هعمل، انا واقف في شيت 2 فانا هعمل على اليوتيوب ده، الشيت اللي اسمه يوتيوب، واقول اوكي. لو دوست كده هيروح للشيت اللي اسمه يوتيوب ويجيب لي المحتوى بتاعه، هو جايب لي اللينك بتاعه اهو، بين اي حاجه، اي هايبر لينك ادوس عليها كليك جاب لي الشيت اللي فيه ملفات اليوتيوب المهمه اللي انا حاططها. ارجع تاني للشيت بتاعي، يبقى انا كده عملت على على الدوكيمنت نفسه. اقدر برضك اجي هنا واقول له ريموف لينك، خلاص اتشالت. طب انا هعمل الفكرة بتاعت ان هو يبقى في الدوكيمنت دي، ان هو ممكن انا هعمل واحد تاني كده في الدوكيمنت عشان اوريك اللي هي الحتة اللي بعديها هايبر لينك ستايل. هايبر لينك ستايل فلازم هعمل هايبر لينك، فهضيف هايبر لينك على على الشيت، على شيت 1 مثلا. شيت 1 ده بعض الموضوعات اللي موجودة في المدونة يعني اللي هي دي. فانا ارجع تاني لده، فانا اغير عايز اغير الستايل، فرايت كليك دي في عندي هنا فورمات سيل، السيل ستايل. السيل ستايل ان انا اختار اي حاجة بقى، اي شكل، في شكل اسمه هايبر لينك، ممكن اخلي الشكل اللينك كده. طب انا هرجع تاني للهايبر لينك دي واقول له فورمات سيل او سيل ستايل، من هنا من فوق من سيل ستايل دي او فورمات سيل. عايز اخلي الشكل الهايبر لينك كده، اخلي شكل الهايبر لينك كده، اخلي بقى طبعا هو في داتا كذا حاجه، في حاجه اسمها هايبر لينك اللي هو اللي بيشوفه بيعرفه على طول، ادي ده شكل تاني للهايبر لينك. واشكال كتير، ممكن اخلي الهايبر لينك بتاعي كده، ممكن اخلي كده زي ما انا عايز، يعني ممكن اخليها تكبر سنه كده بالمنظر ده زي ما انا عايز. اختار اللينك لينكد سيل اهي، واقدر بقى طبعا اكبر الشكل بتاعها زي ما انا عايز. بس انا دلوقتي مجرد ما اقف عليها كده، وهو ده الستايل اللي هثبته ليهم كلهم. اي لينك اشوفها بس طبعا اللينك اول ما المؤشر بيجي عليها بيكتب لي اللينك وبيكتب لي، يبقى اقدر اغير كمان الستايل وكده. طب انا كمان ممكن انا جايب صورة من بره اهي واعمل لها لينك، اول ما ارفع الصورة هيكتب لي course7.blogspot، لو دوست عليها هيفتح لي على طول الموقع. يعني insert البيكتشر واعمل، واقدر برضك اعمل edit او remove للهايبر لينك، remove الهايبر لينك، خلاص بقت صورة عادية جدا اقدر اكبر واصغر فيها واعمل لها اي حاجة زي ما انا عايز. طب عايز اعمل لها insert hyper link هي نفسها كده، اكتب الهايبر لينك بتاعي فوق ده اكتب اللينك بتاعي هنا زي ما انا كنت عامل من حبة course7.blogs، وخلاص بقى في هايبر لينك. اقف بره ادوس. طب لو انا عايز احرر رايت كليك يظهر الشكل ده، ساعتها كده انا في مود الايديت اقدر احرك، يعني مش هتظهر مؤشر. لكن لو مجرد وقفت بره وجيت كده اتحول لمنظر اليد ده، ما خلاص الهايبر لينك بقت فعالة وشغالة على الصورة دي. ودي بيستخدموها في ايه؟ بيستخدموها في ان هو بيعمل كذا بوتون، ومثلا المخازن المشتريات بيظبط بقى، بيجيب البوتون دي بيصممها ببرنامج زي الفوتوشوب او غيره ويبدأ يشتغل بالطريقة دي. في بقى اخر حاجة هنتكلم فيها حاجة اسمها هايبر لينك فانكشن. الهايبر لينك فانكشن ديت بتاخد، لو انا وقفت كده انا عامل هنا على المثال ده هايبر لينك فانكشن على الخلية دي، فالهايبر لينك فانكشن دي زي ما انا كاتب لك الايكويشن بتاعتها، هايبر لينك بتاخد 2 بارامتر. ازاي بقى؟ انا هشوف كده اكتب بتساوي هايبر لينك بايديا كده في المكان ده،
المعادلة هنا بتتكتب هنا، بكتب ممكن ما اكتبش تكست خالص، اقف في حتة فاضية خالص واعمل اكتب الهايبر لينك دي، كلمة هايبر لينك، يعني اقف كده واقول له بتساوي هايبر لينك. مجرد ما اكتب هايبر لينك تطلع لي الدالة اللي اسمها هايبر لينك. بيقول لي اللينك لوكيشن، انا طبعا ممكن لينك لوكيشن ممكن احط له الكورس 7 دي، بس هو اوتوماتيك لازم احطها بين 2 كوتيشن، لازم احطها بين 2 كوتيشن. ممكن هو يحطهم اوتوماتيك وممكن ما يحطهمش لو انا بستخدم الويزرد بتاعه. وبعد كده هو عايز بعد كده كوما واكتب الاسم بتاع اللينك. خلاص انا حطيت كوما اهي، واكتب الاسم بتاع اللينك زي اللي هو اللينك نيم يعني. فهسمي مثلا go to my site. بس واقدر ادوس على الفانكشن دي يطلع لي كده هنا النيم ده جوتو. بيقول لي النيم ده لازم طبعا اقف كده، ده الموقع خلاص عادي جدا، وده النيم جوتو سايت احطه بس بين كوتيشن عشان يستوعب ان ده نيم عادي جدا. جوتو سايت خلاص اقول اوكي، هيلاقيه كاتب لي جوتو سايت هو اوتوماتيك. مجرد بردك ما ادوس على جوتو سايت ده على طول كده هو راح. كام طريقة استخدمت؟ ان انا بعمل على الملف، على ملف على الجهاز او فولدر او صفحة على الويب، او بعمل على شيت place in this document، بغير الستايل، بعمل على صورة، بكتب الهايبر لينك فانكشن بتاخد 2 بارامترز، بس لازم كل بارامترز منهم يتحط بين 2 كوتيشن. البارامتر الاولاني اللي هو الموقع، اسم الموقع زي ما ظاهر قدامك كده، هايبر لينك فانكشن اسم الموقع، والبارامتر التاني الاسم اللي هيظهر في الخلية. يعني الاسم مش بيبقى موجود، لا انا بكتب على طول هايبر لينك واكتب كذا وبكتب بقى بايديا. بكده يبقى الدرس بتاعنا خلص.